في الوحدة بتاعتنا النهاردة العميل بصراحة كان ذكي جدا في اختياره ليها. تفتكروا ليه؟ نفسي افهم مصطلح النص تشطيب ده جه منين. زي ما انتم شايفين كده احنا هنا في موقع جديد تحت مسمى النص تشطيب، واللي يسمع كلمة نص تشطيب دي يفتكر ان باقيله نص الخطوات بس عشان يقعد في البيت بتاعه، مع ان احنا باقيلنا اكتر من 90 او 95% من التشطيبات. وبتوع العقارات ضحكوا علينا عشان يعرفوا يبيعوا الوحدات بتاعتهم ويقنعونا ان احنا مش هندفع كتير عشان نعرف نشطب ونقعد في الوحدة بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين هنا كده في الأوضة ده بيكون مكان العلب اللي الشركات في النص تشطيب بتعملها، وده كله بيتغير واحنا بعد ما بنبقى عارفين اماكن الفرش اللي احنا عايزين نعملها. ودي برضو الخراطيم زي ما احنا شايفين بتبقى متهالكة ازاي، فكل ده بيتغير، هيبقى تكلفة وفلوس بتترمي في الأرض. والمفروض برضو ان النص تشطيب بيعمل لنا الحلوق حوالين الابواب، ودي سواء اتعملت او ما اتعملتش فهي برضو بتبقى تكلفة وخلاص، لان كل الابواب الجديدة بتبقى بالحل بتاعها. في الوحدة بتاعتنا النهاردة العميل بصراحة كان ذكي جدا في اختياره ليها. تفتكروا ليه؟ عشان قرر قبل ما يشتري الوحدة دي كان في وحدة تانية عجباه، وكان عايز يعمل مقارنة بينهم عشان لما يبدأ تشطيب ما يقفش زي ما الناس كتير بتبدأ وبتبقى فاكرة ان الخطوة دي بسيطة وبتقف في النص. فجبنا نعمل معاينة ومقايسة تفصيلية بالتكلفة الفعلية للتشطيب بتاع الوحدتين، وبناء على التكلفة والأنسب ليه هو قرر يختار الوحدة دي، وما مشيش ورا كلام الشركات العقارية اللي هو أفضل لوكيشن وأفضل فيو سواء بحري أو قبلي أو كورنر. احنا قررنا نشارككم رحلتنا في تشطيب الوحدة دي، وانتوا بنفسكم اللي هتكتشفوا ان كلمة النص تشطيب هي مش النص ولا حاجة، وهيبقى من الأفضل ليك ان انت تشتري وحدتك على الطوب أو زي ما بيقولوا كورة نشيل.